السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طاجين بالبطاطا وجلبانه اللي كيجي في منتهى اللذه ورائع، بجوج ديال الاسرار اللي هما كيفاش ما يتحرقش لك الطاجين ديالك وكيفاش يوجد لك في مده اقل بطريقه اللي هي سهله ومتوفره في كل بيت. نتمنى الا بغيتوا تعرفوا الطريقه تبعوا الفيديو للاخر. كنتي اول مره كتشوفي القناه كندعوك تشتركي تفعلي الجرس باش يوصلك الجديد وما تنسايش من الفيديو. اول حاجه غادي نشوفوا معايا هنا وهي العطريه اللي غندير في الطاجين. عندي هنايا شويه ديال الملح اللي كتبقى حسب الذوق، عندي معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ونص ديال الخرقوم عرق، عندي معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال البزار، جوج دروس ديال الثومه ونصف ضامه ديال زعفران. اما باقي المقادير فغادي نعرضهم مع الطريقه. كما كتشوفوا اختي الطاجين حطيته على النار كيسخن، زدت عليه واحد الكميه قليله من الزيت. هنايا لتحت استعملت غير الزيت النباتي، وكنحط عليه مباشره القطع ديال اللحم على حسب المتوفر وعلى حسب عدد الافراد ديال الاسره ديالك. كما انك يمكن ليك تستعملي الدجاج، يعني بحال اللحم بحال الدجاج. هنايا فوق اللحم غادي نزيد العطريه اللي هنايا كما كتشوفوا زدت عليها نص كاس ديال الماء. يعني العطريه اللي عرضت عليكم المره الاولى كنزيد عليها، يعني كنخلطها بنص كاس ديال الماء وكنبدا نزيدها هكذا عبر دفعات. كما كتشوفوا درت شويه على اللحم ومن فوقه غادي ندير البصله. هذا سر من اسرار الطاجين باش ما يتحرقش ليك، هو انه ما تفرشيش البصله لتحت، يعني حطي الدجاج اولا اللحم مباشره فوق الطاجين. صراحه راه ما كيتحرقش نهائيا. وهذه الطريقه هذه راه عن تجربه، حتى انا في الاول كنت كندير البصله كنفرشها تحت من اللحم، ودائما كنلاحظ انه الطاجين كيتحرق ولو انه يطيب على عافيه مهيله كيلصق وكيتحرق. مني وليت كندير هكذا اللحم مباشره يعني منه للطاجين ولا يعني كيجيني الطاجين ديالي مزيان ما كيتحرقش وما كيعطيش فيه مذاق ولا ريحه ديال الحرق. هنايا كما كتشوفوا زدت واحد القطع ديال الخيزو، هنايا كيبقاو اختياريين. كنزيد عليهم حبه ديال المطيشه اللي كتكون مقطعه منقيه ومقطعه بالزريعه ديالها فوق من الجزر او فوق من خيزو، وكنزيد عليهم شويه من العطريه. يعني هنا العطريه غنديرها على 3 ديال الدفعات، درت شويه فوق من اللحم وشويه هكذا فوق من المطيشه والبصله، والما باقي غادي نديرو فوق فوق الخضره اولا فوق هكذا. يعني استعملت البطاطا مع جلبانه، وغادي نجيب الحبات ديال البطاطا وغادي نستفهم، يعني كتستفيهم بالشكل اللي بغيتي. يعني هنايا التزيين ديال الطاجين كيبقى على حسب الاختيار ديالك او على حسب الذوق ديالك، وكذلك حتى الخضره كتبقى على حسب عدد الافراد اللي عندك. صراحه هاد الطاجين هذا كيجي بنين 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 بزاف. الطاجين ديال البطاطا وجلبانه صراحه راه معروف وكيجي لذيذ بزاف، وحتى الطريقه ديالو سهله. يعني كنصبو كنغطي عليه وكنمشي نقضي شغلي، يعني ما كنبقاش كل مره كنجي نطلع عليه اولا نزيدو الماء اولا، يعني غير داك الماء ديالو ديال اللي كيطلق اللحم وكتطلق البصله ومطيشه والخضره كلهم كيطلقوا الماء كافي باش انه كيطيب فيهم. يعني ما كنبقاش كل مره كنزيد فيه الماء. انا بعت شويه الكاميرا باش يبان لكم يعني الطاجين مزيان. كيف ما كتشوفوا هنايا كنزيد عليهم الحبات ديال الجلبانه. انا عندي في المجمد كنزيد عليه الكميه اللي بغيت على حسب الذوق. هنا تقريبا زدت واحد الكاس ديال العنبه اللي درتو ديال الجلبانه. كنحطها هكذا من الفوق وهي بطبيعه الحال راه كطيح الجناب ديال الطاجين. كنجيب قطع ديال الطماطم اللي قطعتهم هكذا انصاف اولا قطعتهم هلاليات، بطبيعه الحال كتبقى بالزريعه ديالها.
كنحطهم هكذا، يعني كيبقى كما قلت لك حسب الذوق ديالك. يمكن لك تقطعيها وتحطيها من الفوق يعني مربعات وتحطيها، يمكن لك ديريها هكذا انصاف، يمكن لك ديري حبه ديال المطيشه تقطعيها على 4 بلا ما تقطعيها كلها، يعني غير كتحليها بحال الوريضه وتحطيها من الفوق. يعني هادشي كيبقى مساله ذوق وصافي. اما المكونات هما اللي كنعرض عليك. وكيبقى التزيين اولا الطريقه باش كتقادي الطاجين كيبقى على حسب ذوقك. هنايا في وسط الحبه ديال المطيشه حطيت واحد ربع حبه ديال الحامض مصير مع واحد المزيود ديال الفلفله، اللي حتى هما كيعطيونا واحد الطعم رائع للطاجين. والمباقي ديال العطريه كما كتشوفوا كنحطوها هكذا فوق البطاطا باش حتى هي كتجينا بنينه، وبطبيعه الحال كتاخد حتى اللون. كما قلت لكم هاد الماء اللي درنا في الاول راه كافي. انا شخصيا كنسد عليه بالقفاله ديالو، كنخليه كنمشي نقضي شغلي حتى كنرجع، يعني كنعطيه الوقت ديالو، عارفه الوقت ديالو شحال كيهز ديال الطياب. كنرجع كنلقاه اللهم بارك ما محتاجش الماء وما فيهش الماء بزاف، يعني نقدر نطفي عليه في ديك الساعه ونحطه وكيكون طايب. حتى اللحم حتى هو كيكون طايب. وبالنسبه للقزبر ومعدنوس كنخليهم حتى لهاد المرحله هذه عاد كنديرهم من الفوق، منهم تزيين وبطبيعه الحال منهم طعم. وهكذا كيكون التزيين ديال الطاجين ساهله. ومن الفوق كندير واحد هكذا واحد الكميه قليله، تقريبا واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون من الفوق. وهنا نقدر نسد على الطاجين ديالي ونخليه يطيب على خاطره. وبالنسبه للطريقه الا كنتي زربانه على الطاجين ديالك وما بغيتيش يتعطل، فقط كتاخدي واحد القطعه ديال ورق المطبخ اولا ورق الزبده، كتحطيها هكذا فوق من الطاجين من الفوق، فوق من الخضره، وكتحطي عليه القفاله وكتخليه يطيب. راه كيوجد دغيا وما كياخذش وقت طويل. بالنسبه لي انا ما درتهاش حيت ما كنتش واقفه عليه وما كنتش زربانه على الطاجين، يعني غطيته غير بالقفاله ديالو وخليته كيطيب على خاطره. هو هذا كما كتشوفوا مازال سخون وكيغلي، كيجي بهذا الشكل هذا. صراحه شي حاجه بنينه بزاف وطريقه رائعه، وكونوا متاكدين انه الطاجين ديالك ما غاديش يتحرق لك الا استعملتي هذه الطريقه. يعني حطيتي اللحم مباشره فوق من الطاجين عاد حطيتي عليه البصله. نتمنى تجربوا هذه الطريقه وتنال اعجابكم واستحسانكم وتنجح معكم. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على جيم.